بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اوعدكم بقى في الفيديو ده هنعمل اسهل و يعني ابسط كيكة ممكن نعملها بنتيجة مضمونة. شايفين الارتفاع بتاعها والمسام تحفة جدا، وزينتها بحاجات بسيطة جدا كانت موجودة عندي يعني. طلعت معايا تحفة فنية زي ما انتم شايفين كده. كان عندي حاجات بسيطة جدا، وهتشوفوا في الفيديو ان هي طلعت بالشكل ده من حاجات بسيطة قوي يعني. مش شرط عشان اعمل حاجة حلوة ان انا انزل اجيب حاجات غالية ومكلفة، لا انا بأقل حاجات موجودة عندي في البيت طلعت الكيكة التحفة دي. هحتاج هنا كوبايتين من الدقيق وهنخلهم كويس. النخل هنا حاجة مهمة جدا علشان الكيكة تكون هشة معايا. وهحتاج نص كوباية من الكاكاو الغير محلى، وهنا انا بستخدم الكوبايات المعيارية علشان الوصفة تطلع معايا مظبوطة. هحتاج كمان معلقة من البيكنج باودر ونص معلقة من البيكنج صودا اللي هي الكربونات يا بنات. وكمان هحتاج 3 بيضات ومعاهم معلقة من الفانيليا، او ممكن تحطي فانيليا سايلة زي ما تحبي. هضربهم كويس قوي. وهحتاج كوباية من السكر حبيبات عادي، هضربه بالمضرب كويس قوي لحد ما يندمجوا مع بعض. واللبن بتاعي انا هحتاج كوباية من اللبن، حطيت عليها معلقة من الخل عشان اروبه. لو عندك لبن رايب تمام استعملي كوباية لبن رايب هتبقى تحفة جدا معاها. هحتاج كمان نص كوباية من الزيت. انا هنا مستعملة الكوباية المعيارية فده الربع، فانا هحط 2 يعني، هتلاقوني بحط مرتين لان الكوباية المعيارية دي الربع. فانا هحتاج نص من كوب من الزيت، نص كوب من الزيت تمام كده. هضرب المكونات كويس جدا مع بعض لحد ما تندمج كويس قوي، علشان ادخل فيها هوا والكيكة تبقى هشة معايا. المكونات الجافة بتاعتي طبعا انا نخليها وهديها تقليبة كده مع بعض علشان تندمج مع بعض، وهنزل بيها طبعا. طبعا دور المضرب الكهرباء خلاص انتهى دلوقتي. انا لما هضيف بقى المكونات اللي هي الجافة هستعمل المضرب اليدوي العادي. هنزل بالمكونات الجافة بتاعتي واحدة واحدة، وهقلبها لحد ما احس ان هي اختفت او اندمجت مع المكونات السائلة. وهضيف بقية الكمية، ممكن انزل بيهم على 3 مرات او حاجة، واحدة واحدة علشان برضو ادخل فيها الهواء. خطوة بقى طبعا بجد بجد بتفرق جدا في هشاشة الكيكة وبتخليها معاكي فادجي وتحفة جدا. نص كوباية من المية المغلية، انتوا شايفين ان هي بتطلع دخان قدامكم. حطيت عليها نص معلقة من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان. قلبتها كويس قوي و ضفتهم على المكونات بتاعتي. دي اخر خطوة انا بعملها. انتوا في الاول هتلاحظوا ان الخليط بيبقى تقيل اول ما بحط نص كوبايه الميه المغليه دي مع نص معلقه النسكافيه. القوام بيخف معايا زي ما انتوا شايفين كده. ما تخافوش من اضافه الميه السخنه او المغليه على الكيك يا بنات. هو بيطلع بجد قوام الكيك معايا تحفه فادجي وبيبقى تحفه جدا. تمام كده. انا فضيت الخليط بتاعي في الصينيه المدهونه بالزيت او بالزبده زي ما تحبي، واديتها خبطتين كده على الرخامه، وهعمل فيها تموجات كده بعصايه الشيش طاووق. تموجات كده عشوائيه علشان تطلع بس الكيك بتاعي بسوا واحد. وهدخلها على فرن مسبق التسخين 180 درجة في الرف طبعا اللي في النص. اخدت معايا تقريبا 40 دقيقة طبعا حسب الفرن بتاعك. تمام. انا بأبسط بقى المكونات اللي عندي، كان باقي عندي مكعبين من الشوكولاتة الدارك. هعمل جناش هحتاجه في الكريم شانتيه اللي هزين بيه، وهحتاجه في تسقية الكيك. تمام. دي نص كوباية من المية السخنة، حطيت عليها معلقة من الكريم شانتيه. هنزل على كمية الشوكولاتة البسيطة اللي انتوا شايفينها دي، هعمل بيها الجناش اللي انا هطعم بيه الكريم شانتيه، وكمان هسقي بيه الكيكة بتاعتي. دول برضو نص كوباية من الكريم شانتيه كانت موجودة عندي، نزلت عليها بربع كوباية من السكر البودر، ونص كوباية من اللبن الساقع المتلج. هضربهم كويس بالمضرب بتاعي لحد ما اخد منهم قوام القوام اللي انا عايزاه يعني، لحد ما القوام يتقل. وهطعمهم بقى بالجناش، شوية الجناش الصغيرين اللي انا كنت عاملاهم اللي هم اصلا يعني من بواقي حاجات موجودة عندي. هاخد معلقتين من الجناش اضيفه على الكريم شانتيه وهضربه بالمضرب لحد ما اوصل للون الحلو اللي انا عايزاه. انا مش عايزاه لون الشوكولاتة يبقى طاغي يعني عليه، لا انا عايزاه اللي هو لون
يعني يكون فاتح شويه. فمش هضيف كل الجناش، انا وصلت للدرجه دي، والدرجه دي حلوه جدا بالنسبه لي. تمام كده. بس انا كده جهزت الكريم شانتيه اللي انا هزين بيه. الكيكه بتاعتي استوت، اخدت معايا تقريبا 40 او 45 دقيقه. اختبرتها طبعا بالخله واتاكدت ان هي تمام. بسيبها في الفرن بس دقيقتين، مش بطلعها على طول عشان ما تهبطش معايا. المسام بتاعتها كانت تحفه، وزي ما انتم شايفين. هسقيها بايه بقى؟ نص كوبايه من اللبن، عليها معلقه من الجناش اللي انا كنت عاملاه. وهبدأ اعمل فتحات بعصاية الشيتو كده في الكيكة، وهنزل باللبن والجناش اللي انا عملتهم. هسقي الكيكة بيه علشان تبقى طرية. تمام كده. مفيش ابسط من كده، بمكونات سهله جدا وبحاجات متبقيه عندي عملت اجمل كيكه. تمام. الكريم شانتيه اللي احنا عملناه مع بعض انا زينته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بالسباتولا، بمعلقه، زي ما تحبي. ونزلت عليه بشويه من الجناش اللي كانوا متبقيين. لو عندك صوص بقى كراميل، موكا، اي حاجه بتحبيها ممكن تحطيها من فوق. شايفين الارتفاع وشايفين الكيك، يعني مسامه تحفه جدا. ان شاء الله تعملوه يكون احسن من كده كمان. واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، ولو استفدتم من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.